بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نشرح موضوع الثري فيس سيستم. تمام. وهنعرف بإذن الله كل التفاصيل اللي انت محتاجها عنه. لو انت فني، لو انت طالب في كلية هندسة، هتستفاد بإيه بإذن الله. تمام. وكل التفاصيل اللي انت محتاجها هت هتعرفها في الفيديوهات اللي معانا دي. فاحنا هنشرح ليه 3 فيس سيستم. طبعا 3 فيس سيستم فيه بالانسد وان بالانسد. احنا هنتعامل مع مع البالانسد اللي هو الايه المتوازي. بالانسد 3 فيس سيستم. طب ليه بتعامل مع البالانسد وما بتعاملش مع الان بالانسد؟ لايه؟ لاسباب اقتصاديه. تمام. عندنا الثري فيس سيستم بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن 3 فيز voltage source و 3 phase load، وبينهم الترانسميشن لاين، خطوط النقل اللي هي بتكون 3 في 3 فازات. تمام. ترانسميشن لاين دي اللي هي فازة واحد، وفازة التانية، وفازة التالتة، وبيكون في خط رابع اسمه ايه؟ اسمه النيوترال لاين اللي هو الخط الارضي. تمام. يبقى دي لاين واحد اللي هي الفازة واحد، لاين اتنين، لاين تلاتة اللي هي الفازة الايه التالتة، وساعات بنسميهم ار اس تي ان. طب دوم الفازات اللي هو الار والاس والتي التلاتة فاز. طب النيوترال ده ايه؟ ده الخط الايه المحايد. تمام. طب هنشرحه دلوقتي؟ لا، هنشرحه بالتفصيل اما نيجي نعمل اناليسيز للواي واي ايه كونكشن. تمام. هنعرف ايه هو الخط المحايد النيوترال لاين، ومصدره ووظيفته، وهل بيتحمل ولا لا، ولو بيتحمل ازاي احسب الكرنت اللي بيمشي فيه، وايه الفرق بينه وبين الخط الايه الارضي. تمام. وافتح دماغك لحاجه مهمه قوي. طبعا انت شايف 3 فيس فولتج سورس و3 فيس لود وبينهم ترانسميشن لاين. الموضوع مش كده، الموضوع اكبر. يعني احنا لو بنتكلم على منظومات القوى اللي هي الباور سيستم، ما بتكونش زمان راسمها فوق كده. امال بتكون ازاي؟ انا راسمها بس والفيديوهات هنشرح بالكلام ده عشان بس احنا بنحل مسائل، بنعمل اناليسز. بس هي في الحقيقة بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن محطات بتنتج الكهرباء، محطات توليد اللي هي اسمها منطقة ايه جنريشن. تمام. وعايز انقل الباور اللي بتولدها المحطة دي لمثلا للبيوت او المدن. تمام. او انقل الباور دي للمصانع، ودي مدن. عايز انقل الباور من ايه؟ من محطات توليد للمدن والمصانع. هل كده بجيب سلوك مباشر، او الكيبلز دي وراه جاي موصل بينها وبين المصانع لا، ده في حاجات تانية في منظومات القوى الكهربية بتكون عبارة عن ايه. انا عشان انقل الطاقة اللي طالعة من المحطة دي واوديها المدن اللي هي مسافة بعيدة جدا، تمام، لازم اعمل ستيب اب للفولت، اعلي الفولت. فعشان كده بدخله على محطات اسمها محطات محولات. محطات المحولات دي بتعمل لي ايه؟ دي بتعلي الجهد او بتخفض الجهد، وبتتحكم في الطاقة او الباور اللي انا هوزعها. تمام. يعني مثلا انا هطلع الباور، هعمل ستيب اب. ليه هعمل ستيب اب؟ عشان اقلل الكرنت، عشان اقلل الاي تربيع في الار اللي هي الباور المفقودة في الايه في الاسلاك. انا بشرحها بس سريع عشان هي مش موضوعنا.
بديك بس نبذة. يعني في النص الكلام ده كله محطات محولات وغرفات تحكم في الطاقة. يعني المنظومة دي كبيرة جدا، مش زي اللي انا راسمها دي ايه، دي فوق. تمام. يبقى انا عندي الثري فيس سيستم عبارة عن 3 فازات. تمام. فاز A، فاز B، وفاز C. تمام. الوان الفازات دي في مصر بتكون كالتالي: الفازة A بتكون بالاحمر، والفازة B بتكون بالاصفر، والفازة C بتكون بالازرق، والنيوترال لاين بيكون بالايه، بالاسمر. تمام. دي في ايه، لو بتكلم في مصر. تمام. زي الصورة اللي هتظهر لكم دلوقتي ايه على الشاشة. يبقى انا في مصر لو بصيت على الكيبل اللي هي في الخطوط الهوائية اللي في الابراج، هلاقي اصلا مصنوع من الالومنيوم. طب لو فتحت كابل في الارض كده وفتحته وشفت ايه اللي جواه، هلاقي اربع كيبلز. الكابل الكبير ده متقسم لاربع كيبلز: كابل باللون الاحمر، وكابل بالاصفر، وكابل بالازرق، وكابل بالايه، بالاسمر اللي هو النيوترال ايه، لاين. او لو رحت على اي لوحة كنترول وفتحتها كده، طبعا دي سهلة تشوفها في الكلية، في اي حتة هتشوفها، هتلاقي الالوان اللي معاك دي موجودة. تمام. وممكن تشوف حاجة كمان، اللي هو الايه، الكابل كده اخضر فاصفر، كابل هتلاقيه اخضر فاصفر. ايه الكابل ده؟ ده الايرس كابل التقريض. تمام. يبقى كابل التقريض ده بيكون باللون الايه، الاصفر والاخضر. تمام. هنعرف برضو ايه الفرق بينه وبين النيوترال ايه، لاين. تمام. يبقى ده اسمه ايه، الان، وده اسمه الايه، البي اي. ده الار، وده اس، وده تي. تمام. يبقى الوان الفازات دي في مصر زي ما هتظهر لكم في ايه، في الصورة دلوقتي. تمام. بسم الله. طب احنا بنوصل الثلاث فازات دي، تمام، بطريقتين. بقى عندنا الثلاث فازات دي بنوصلها بطريقتين: بس طيب اوف connection of this 3A 3 phase. يبقى اوصل لهم بطريقتين. اول طريقه اسمها معانا ايه، اسمها الدلتا كونكشن، وهنعرف ازاي بنوصلها، وهنجيب صور مثلا لاحمال وجنريتور متوصل بكونكشن، يعني هنشوف بالعملي وبالنظري كمان. تمام. وعندنا ستار كونكشن. يبقى انا ممكن اوصل الثلاث فازات دي لا اما بدلتا كونكشن لا اما باي كونكشن، سواء عند اللود او عند الايه، الحمل. تمام. بني عندي 3 فيس سيستم زي ما رسمنا قبل كده. ادي 3 فيس فولتج سورس، وهنا 3 فيز لود، وبينهم الترانسميشن لاين اللي هو 4 كيبل او 4 واير. تمام. النيوترال ار والاس والتي. قلنا ديت ممكن اوصلها دلتا او ممكن اوصلها ستار. 3 فازات بتاع السورس ممكن اوصلهم دلتا او ستار، وكذلك اللود ممكن اوصله دلتا او ستار. تمام. نتيجة لذلك
هينتج عننا 4 احتمالات للتوصيل، لتوصيل الثري فيس سيستم. يبقى 4 كونكشن. دي الاحتمالات اللي ممكن تلاقيها في الايه، في التوصيل بتاع الثري فيس سيستم. اول توصيله لو انا مثلا موصل السورس دلتا وموصل اللود برضو دلتا، يبقى كده اول توصيله اسمها ايه، دلتا دلتا كونكشن كسيستم كله. تمام، دي اول واحده. طب انا موصل السورس، تمام، 3 فيز فولتج سورس دلتا وموصل اللود ستار، تمام، يبقى هنا التوصيله اللي معانا اسمها ايه، دلتا واي كونكشن. وادي تاني احتمال معانا. تالتة، افرض انا موصل السورس واي وموصل اللود برضك واي، يبقى معانا اسمها التوصيله دي اسمها ايه، واي واي كونكشن. يبقى انا موصل 3 فيز واي واي ايه كونكشن. افرض انا موصل السورس واي وموصل اللود دلتا، يبقى واي دلتا ايه كونكشن. التوصيله اللي معانا واي ايه دلتا كونكشن. تمام، دوم الاربع ايه توصيلات اللي معايا، 4 احتمالات توصيل معانا. مطلوب بقى مننا ايه، نعمل لكل توصيلة اناليسيس. هناخد كل توصيلة من ضمن اللي هي مثلا واي واي كونكشن او واي دلتا كونكشن او دلتا دلتا كونكشن او دلتا واي كونكشن، ونعمل لها تحليل كهربي اللي هي بنسميها بالانجليزي ايه اناليسيس. تمام، في معلومة كده قبل ما نروح نعمل التحليل الاناليسيز لكل توصيلة من ضمن، في معلومة لازم اعرفها لك. طبعا احنا عندنا بنلف ملفات الجنريتورز او الموتورز، تمام، بحيث ان هم يكون لهم 3 مخارج، والثلاث مخارج دول ممكن اوصلهم دلتا او ستار. نكتبها بس، يبقى يتم لف ملفات الموتورز والجيريتورز، تمام، بحيث ان يكون لهم 3 مخارج، اللي هو مخرج A، مخرج B، مخرج C، اللي هو فازة A، فازة B، فازة C. والثلاث مخارج دي انا ممكن اوصلهم زي ما عرفت دلوقتي، ممكن اوصلهم دلتا او ستار. تمام، طب ايه الحاجة بقى اللي انت عايز تفهمها لنا؟ طريقة لف الملفات ذات نفسها جوه الموتور بلفها بتو سيكونس او اي لود. يبقى انا اما اجي اوصل او الف ملفات الموتور او الجنريتور او اي لود بلفها بتو سيكونس. اقول لك جت منين؟ انا دلوقتي بتعامل مع ايه، بالانسد بالانسد 3 فيز سيستم. تمام، هو ال 3 فيز سيستم عباره عن ايه، 3 جهود. تمام، طب انا اصلا في الاتزان خدت عشان اصلا 3 قوى تتزن، يبقى ايه
المقدار بتاع التلات قوة دول بيكون واحد، يكون متساوي، وبينهم زاوية 120. تمام، يعني مثلا الفازة A والفازة B والفازة C الماجنتيود بتاعهم بواحد، كلهم زي بعض، المقدار يعني بتاعهم واحد، وبينهم زاوية 120. يعني مثلا لو خدت ال A ريفرنس اللي هي زاويتها بصفر، تمام، يبقى بين ال A وال B زاوية 120 درجة، وبين ال B وال C زاوية 120 درجة، وبين ال A وال C زاوية 120 و20 درجة. تمام. طب ما ايه اللي خلى فيه تو سيكونس بقى؟ اللي انا ممكن اخلي البي هي اللي تكون ليد، او البي هي اللي تكون لاج، او السي هي اللي ليد، او السي هي الايه اللي لاج. تمام، هنشوف دلوقتي في الايه في التو سيكونس. يبقى احنا عندنا تو سيكونس جم مننا، عرفتك اهو، الكلام ده مش شرط تعرفه قوي. تمام، عندنا تو سيكونس اللي هو البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس. تمام، البوزيتيف سيكونس بتقول ايه؟ دايما انا هاخد الايه الفازه ايه هي الريفرنس، يعني زاويتها بتساوي كام؟ بتساوي صفر. بوزيتيف سيكونس بنسميها A B C سيكونس. تمام، يبقى ال VA كفيزور يعني بيساوي الماجنتيود اللي هو ال V max، والزاويه زي ما اتفقنا بكام؟ بصفر. يبقى دي الفازه ايه. VB طبعا متزن، يبقى ال V max وزاوية كام بقى؟ سالب 120 درجة فولت. في سي في ماكس وزاوية 120 درجة. يبقى في البوزيتيف سيكونس او الاي بي سي سيكونس عندي الفازة A زاويتها بصفر عشان واخدها الريفرنس، لو واخدها الريفرنس يعني، والبي لاج الاي ب 120 درجة، والسي ليد الاي ب 120 درجة. تمام. طب لو حبينا نعمل للبوزيتيف سيكونس فيزور في حاجة اسمها فيزور ريبريزنتيشن، بمثلها بالايه؟ بالفيزور. بتكون كالتالي. تمام، انا عندي الفازة A المقدار بتاعها كام؟ في ماكس، يبقى وهمشي حتة بطول الفي ماكس اسمها في ماكس، وهنا الفازة A وزاويتها كام؟ بتصنع مع محور الاكس زاوية كام؟ زاوية صفر. ادي اول فازة. تاني فازة الفازة B هتمشي في ماكس وصنع زاوية مع محور الاكس سالب 120 اللي هي ايه؟ اللي هي هنا كده، تمشي في ماكس، الحتة دي طولها في ماكس، ودي يبقى الفي ايه؟ الفي بي، والزاوية دي بكام؟ 120 بالسالب يعني. طب الفي سي هنمشي زاويتها 120 وهنمشي الفي ماكس 120 موجب 120 هيبقى ايه كده، والحتة دي طولها كام؟ في ماكس، ودي بالفي سي، وبينها وبين محور الاكس كام؟ 120 درجة. تمام، يبقى دي الفيزور ريبريزنتيشن، بيقول لي ان الفي بي لاج الاي ب 120 درجة، والفي سي ليد الاي ب 120 20 درجة. وساعات بنمثلها بدايرة كده لو وصلت النقط دي كلها ببعض هتلاقيها عملت دايرة. الدايرة دي اول نقطة معانا A B C فوق ال A. تمام، بوزيتيف سيكونس. خدنا البوزيتيف سيكونس وعرفنا نعمل لها فيزور ريبريزنتيشن، وكمان عملناها بالايه؟ بالدايره. بوزيتيف سيكونس
الايه لو خدتوا الريفرنس يبقى البي لاج الايه ب 120 درجة، والسي ليد الايه ب 120 درجة. طب نيجي ناخد النيجاتيف نيجاتيف سيكونس. تمام. اول حاجه قلنا هناخد الايه ريفرنس، يبقى الفي اي بتساوي الفي ماكس. تمام. وادي 0 درجه فولت. في بي كانت في البوزيتيف لاج، هنا هتبقى ايه ليد، يبقى هنا بكام ب120 درجه. والفي سي بدل بقى، لا هناك كانت ليد، هنا هتبقى ايه لاج -120 درجة فولت. نيجاتيف سيكونس بنسميه A C B. يلا نعمل لها الفيزور ريبريزنتيشن. يلا فازة ايه زاوية 0، وهنمشي المقدار بتاعها اللي هو الفي ماكس، ودي اسمها ايه في اي. الفي بي عاملة 120 الليد الايه ب120 درجة، او صنع زاويتها بكام ب120 وهنمشي مقدار الفي ماكس، ودي الفي بي. الفي سي عاملة زاوية -120 من محور الاكس اهو، وهنمشي مقدار الفي ماكس المقدار بتاعها، ديت الفي سي ديت 120 طبعا بالسالب، وديت 120 طبعا، ودي بين الفازة بي والفازة سي 120 برضو. تمام. يبقى لو حبينا يبقى السي لاج الاي ب120 درجة، والبي ليد الاي ب120 درجة. لو حبينا نرسمها بالدايرة نوصل النقط ديت، هنلاقي ايه في اي اللي هي ايه سي بي اي سي بي اي سي بي اللي هي النيجاتيف سيكونس. تمام. دايما عشان بس ما تلخبطش، الحرف التاني بيكون هو اللي اسمه ده، هو اللي لاج. تمام. يعني هنا السي لاج الاي ب120 درجة. تمام. لو رحت هنا البي لاج الاي ب120 درجة، زاويتها -120 من الاي. تمام. ناخد بعض الامثلة على الكلام ده. نبدأ نحل أمثلة على البوزيتيف والنيجاتيف سيكونس. تمام. ويعني مثلا زي المثال ده بيقول لي VA of T تساوي 208 كوزين أوميجا تي زائد 27 درجة فولت. تمام. VB of T بتساوي 208 كوزين أوميجا تي بلس 147 ايه فولت. VC of T 208 كوزين اوميجا تي ماينس 93 درجة ايه فولت. اول خطوة اصلا لو بتعامل مع الاي سي سيركت بحول من التايم دومين للفيزور دومين. يعني مثلا الفازة ايه هحولها يبقى في ايه بتساوي المقدار كام 208، الزاوية كام 29 درجة. الفازة بي هنحولها يبقى في بي تساوي 208 147 ايه فولت. الفازة سي هنحولها 208 ماينس 93 ايه فولت. تمام
كده حولتها. ابدا بقى احل. بيقول لي ايه اول سؤال معايا؟ بيقول لي وات تايب اوف ذيس سيستم، ايه نوع السيستم اللي معايا؟ احنا اتفقنا ان السيستم اللي معايا ده 3 فيز، واضح 3 فازات. طب ال3 فيز ده له كام نوع؟ بالانسد و بالانسد 3 فيز سيستم. طب النوع اللي معايا ده انهي واحد فيهم، البالانسد ولا بالانسد؟ تمام. احنا عشان بس افهمك حاجه، ايه اللي يميز البالانسد سيستم؟ ان مجموع جهود الفازات بيساوي صفر. تمام، دي اللي بيميزه. يعني لو قلت VA زائد VB زائد VC هيساوي صفر، ده في الفيزور ايه دومين. طب لو بتكلم بالتايم دومين هو نفس الموضوع، يعني VA اوف T زائد VB اوف T زائد VC اوف T هتساوي صفر برضه. ده اللي بيميز البالانس سيستم. تمام، ان مجموع الجهد بتاع الثلاث فازات ايه بيساوي صفر. تمام، وعرفنا ان لهم نفس المقدار، كل فازة لها نفس المقدار وبينهم زاوية 120 درجة. تمام، يعني ممكن تعرفها بالطريقتين. طب هنا نفس المقدار، لهم التلاتة لهم نفس المقدار 208. طب هنا الفاز A بينها وبين الفاز B كام؟ 120 درجة. وهتلاقي ان الفاز B ليد الفاز A 120 درجة. يبقى انت بتتكلم هنا على انهي سيكونس؟ اللي هي A C B، لان اتفقنا ان الحرف الثاني هو اللي لاج ب 120 درجة، والحرف الثالث هو اللي ليد ب 120 درجة. يبقى البي هو اللي ليد، يبقى هي في الاخر. يبقى بنتكلم هنا النيجاتيف سيكونس اللي هي A C B سيكونس. تمام، يبقى نوع السيستم بالانسد 3 فيز سيستم. تمام. طب نوع السيكونس اللي هو تاني سؤال، السيكونس ايه؟ اللي هي النيجاتيف سيكونس A C B. عرفت منين؟ لقيت ان السي لاج ب 120 درجة، اللي هي بين الفازة A والفازة B. تمام، ماينس كام؟ ماينس 120 درجة لو طرحت الايه اتنين من بعض. تمام. تمام. طب تالت سؤال، draw the phasor representation. دي بقى اللي هتوضح لك كل حاجة. draw phasor يلا. فازة ايه عاملة زاوية كام؟ 27 درجة. المقدار ده بكام؟ اللي هو ب208. ودي الزاوية بكام؟ 27 درجة. ودي فازة ايه في. تمام. الفازة بي عاملة زاوية 147 درجة، اللي هي يعني كده. والمقدار ده بكام؟ ب208 فولت. ودي اسمها ايه؟ في بي. الزاوية طبعا بينها وبين الايه معروفة 120، وبينها وبين محور الاكس كام؟ 147. تمام. وعندنا الفازة سي عاملة زاوية ماينس 93، اللي هي هنا اهو كده. معلش مكبر دي شوية بس عشان اوضح. المقدار بتاعها بكام؟ ب208 فولت. والزاوية بينها وبين محور الاكس اللي هو كام؟
وتسعين. طبعا والزاوية بينها وبين الفازة ايه؟ لازم تكون 120. ولو طرحت منهم هتلاقي، لو حسبت بالزوايا كده حساب هتلاقيه. تمام، يبقى دي البي بي. يلا وصل بقى دي كده واعملها بالدايرة. يبقى عندنا الفي الفازة بي لاج الاي ب 120 درجة، والفازة الفازة سي، لا دي الفازة سي معلش. يبقى الفازة سي لاج الاي ب 120 درجة، والفازة بي ليد الاي ب 120 درجة. يلا اعملها بالدايرة. A C B زي ما احنا ايه، زي ما احنا قلنا. بدأ اول مثال ما ايه معانا. تمام. لو عايز تتأكد بقى عملي، روح جمع دوم على الآلة، جمع الثلاث فازات دوم على بعض. يعني قول ايه الفي اي اللي هي 208 وزاوية 27 زائد 208 زاوية 147 زائد 208 زاوية 93، هيطلعوا بكام؟ بصفر. يبقى السيستم اللي معاك مع ايه؟ بالانسد. او انت مثلا اتأكدت المقدار لهم واحد وبينهم وبين الثلاث فازات ايه؟ زاوية 120، يبقى انا معايا بالانسد ايه؟ 3 فيز سيستم. المثال الثاني، تاني مثال معانا على السيكونس. تمام، بيديني 3 جهود. الفي اي 4160 كوزين اوميجا تي ماينس 18 درجة. تمام، فولت. الفي بي اوف تي 4160 كوزين اوميجا تي ماينس 138 درجة فولت. الفي سي اوف تي 4160 كوزين اوميجا تي، تمام، والزاوية بلس 102 ايه؟ 102 فولت. اول سؤال سأله لي السيكونس، نوع السيكونس A B C or A C B. احنا عارفين طبعا اللي احنا لما نيجي نحلل دوائر AC سيركت سواء من الثري فيس سيستم او السنجل فيس سيستم، بنعمل اول خطوة بنعملها ايه؟ بنحول من التايم دومين للفيزور دومين. فانا حولت، تمام، ال VA of T لل VA المقدار 4160 الزاوية ماينس 18، ال VB المقدار 4160 الزاوية ماينس 138، ال VC 4160 الزاوية 102 ايه درجة فولت. تمام، طبعا متأكد اللي هو بالانسد ايه 3 فيس سيستم لان انا اللي حاطط المثال. طب لو انت عايز تتأكد، بص، الزاوية بين ال A وال B 120 درجة، وبين ال B وال C 120 درجة، وبين ال C وال A 120 درجة. يبقى أنا بتكلم هنا على إيه؟ بالانس. طب بالانس 3 فيس سيستم. طب نوع السيكونس، لو بصيت لل B هتلاقيها لاج ال A ب 120 درجة. لو جمعت الزاويتين دول مع بعض هتلاقي فرق بينهم كام؟ 120 درجة. ال B لاج ال A ب 120 درجة. تمام، يبقى احنا بنتكلم كده على انهي سيكونس؟ اللي هي A B C سيكونس، لان احنا قلنا، هعيدها اكتر من مرة، تاني حرف هو اللي لاج. يبقى هنا ال B دي لاج ال A ب 100 وكام؟ ب 120 درجة. طب هنا لو بتكلم على النيجاتيف سيكونس يبقى C هي اللي لاج الايه؟ ال A. تمام، يبقى نوع السيكونس هنا ايه؟ هو ايه؟ بوزيتيف سيكونس، اللي هو ايه؟ A B C. تمام. طب الفيزور ريبريزنتيشن، ركز بقى معايا. اول فازة ال A بكام؟ عاملة زاوية سالب 18 اها، ومقدارها كام؟ 4160 اها، 4160 اللي هو طول البتاع دي تقديري كده. والزاوية دي كام؟ معلش، ماينس 18 مش بلس 18. كويس، نرسمها هنا. بأول فازة اللي هي الايه ماينس كام؟ عاملة ماينس 18، والمقدار بتاعها بكام؟ ب4160. الزاوية دي كام؟
18 بس بالماينس دي A. تمام. تاني فازة معانا اللي هي الفي بي عاملة زاوية سالب 138. سالب 138 اللي هي فين؟ اللي هي فين كده. والمقدار بتاعها بكام؟ ب4160. الفي في بس الزاوية دي، الزاوية ده بين الفازة ومحور الاكس بكام؟ ب138 بس بالايه؟ بالسالب. طب بينها وبين الفازة ايه؟ لازم تكون 120. اتفقنا بقى؟ 120 ايه؟ درجة. تمام. عندنا نمثل الفازة سي. فين الفازة سي؟ الفازة سي عاملة زاوية 102 اللي هي هنا كده، والمقدار بتاعها بكام؟ 4160. يا في سي بعاملة الزاوية اللي عاملاها دي بكام؟ ب102 درجة. طب والزاوية اللي بينها وبين الفازة ايه؟ لازم تكون ب120، وكذلك الزاوية اللي بينها وبين الفازة بي لازم تكون 100 وايه؟ 120. تمام. لو بصينا على الفيزر ريبريزنتيشن هنلاقي ان البي لاج الاي ب120 درجة، والسي ليد الاي ب120 درجة. يبقى هنا بنتكلم على اي بي سي سيكونس اللي هي لو عملناها بالدايرة وصل كده النقط دي كلها ببعضها وابدأ من الاي. A B C A B C sequence. Yeah, positive sequence.